ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2025، والفيديو ده اول فيديو ينزل في 2025 فلازم يكون مميز عن موبايل مميز. النهارده بتكلم عن ال HMD سكايلاين. للي مش متابع الفتره اللي فاتت، فشركه نوكيا بقت تحت اسم HMD او تحت مظله شركه HMD، وفي الفيديو ده انا بجرب ال HMD سكايلاين، واحد من الموبايلات العاليه جدا في الشركه. اول حاجه لاحظتها اول ما مسكت الموبايل ده التصميم الغريب جدا. لو لاحظت هنا هتلاقي الموبايل مربع، ولكن هنا هتحس ان الموبايل جواه موبايل تاني. الشاشه هنا جايه بكيرفات راوند او راوند كيرف كده، وتحس ان فيه موبايل جوه موبايل. كنا شفنا التصميم ده في موبايلات لوميا، و اتش ام دي جت وعملت نفس التصميم بتاع موبايلات لوميا عشان تعيد احياء هذا التصميم الغريب جدا. الفريم هنا مصنوع من المعدن، عندك الظهر من الازاز، فغير ان الديزاين حلو عجبني جدا، الموبايل كمان الماتيريالز بتاعته او الخامات التصنيع او الخامات المصنوعه منها الموبايل حلوه جدا جدا وخامات بريميوم جدا. عندنا زرار الباور هنا فيه بصمه، والبصمه شغاله بشكل سريع جدا، وعندك زرار على الشمال معمول بتكستشر او ملمس مختلف كده، ملمس خشن. والزرار ده انت ممكن تكستمايز او ممكن تفصله على حسب ما انت عايز. يعني ممكن مثلا لو عملت هولد على الزرار ده ممكن تخليه يفتح الكاميرا، لو عملت دبل بريس او دوست مرتين على الزرار يخليه يفتح حاجه تانية، وهكذا. كمان ان انت ممكن تخصص زرار الباور نفسه ان انت لو دوست عليه مرتين يفتح برضو برنامج تاني، فعندك تخصيصات حلوه جدا جدا في الموبايل ده. لو بصينا برضو في الفريم من تحت كده هنلاقي مسمار الانكيه كده، لان الاول مره وعكس كل الشركات، عشان كده قلت الموبايل ده مختلف عكس كل الشركات. اتش ام دي جت قالت لك يا باشا الموبايل ده انت اللي ممكن تصلحه بنفسك، مش مثلا بقى ايه الموبايل ده يقدر ان انت تصلحه عند حد او الموبايل يتصلح، او عكس كل الشركات اللي بتخلي الموبايل ما بيتصلحش على اساس ان انت لو الموبايل باظ منك ترميه. لا يا باشا، اتش ام دي جت قالت لك ان انت ممكن انت تغير الشاشه بنفسك بدون اي مشاكل. لو الشاشه دي حصل لها حاجه ممكن تغيرها بنفسك، ممكن تغير البطاريه دي بنفسك. وده الصراحه اتجاه حلو جدا جدا، واتجاه بيميل لمصلحه الكونسيومر او مصلحه العميل في الاول وفي الاخر. دي حاجه كويسه قوي قوي، وحاجه انا بحترمها جدا جدا في شركه اتش ام دي. طيب لو بصينا على الشاشه هنا هنلاقيها برضو مميزه جدا في الفئه دي. شاشه 6.5 بوصه بدقه فول اتش دي بلس من نوع اوليد بتردد 144 هرتز، ودايما الفئه دي بتنزل بتردد 120 هرتز. هل هتحس بالفرق؟ هتحس بالفرق جدا بجد، مش كلام. انا معايا الايفون 16 برو ماكس 120 هرتز، لما باجي امسك الموبايل ده بحس ان الموبايل ده اسرع بكتير، او الانيميشن او حركه الشاشه في السكرولنج، حركه الشاشه عموما اسرع بكتير من ال 120 هرتز. بجد بتحس بالفرق. شاشه حلوه جدا طبعا، اولد توليد الالوان بتاعها حلو قوي، وزوايا الرؤيه طبعا لا يعلى عليها، نمره واحد. كمان الكاميرات الموبايل ده في حته تانية تماما في الفئه المتوسطه العليا. عندك الكاميرا الرئيسيه 108 ميجا بكسل، وعندك كاميرا تيلي فوتو 50 ميجا بكسل، وعندك كاميرا الترا وايد 13 ميجا بكسل. كاميرات الموبايل ده والبروسيسنج اللي بتعمله اتش ام دي صراحه في الصوره حلوه جدا جدا، كدايناميك رينج والوان، والتفاصيل اللي بتظهر في الصوره حلوه قوي قوي الصراحه. الموبايل بيصور فيديو بدقه 4K 30 فريم في الثانيه، حاجه كويسه قوي. عندنا كاميرا اماميه 50 ميجا بكسل ادتني صور كويسه قوي، ولكن مش هقدر اقول ان هي افضل كاميرا اماميه في الفئه السعريه بتاعت الموبايل ده. كاميرا اماميه كويسه، تفاصيل كويسه، والالوان البشره او السكين تونز بتاعتي كانت كويسه، ولكن هي مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي. اداء الموبايل برضو مع ال 144 هرتز اداء حلو قوي قوي، خصوصا الموبايل ده بيجي بالسناب دراجون 7 اس جن 2، معالج قوي جدا جدا مبني على ممارة 4 نانومتر. عندك 12 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه مع ال 144 هرتز. زي ما قلنا الصراحه موبايل بيطير، ده اسرع موبايل جربته في الفئه السعريه دي. وزي ما انا قلت هو الميزه او الحاجه اللي زايده عن الفئه دي هي ال 144 هرتز بتوع الشاشه، بيحسسوك ان الموبايل ده بيطير، وخصوصا مع السوفت وير او واجهه المستخدم بتاعت اتش ام دي. اتش ام دي هنا راحت للحل الامن، ان هي جابت لك اندرويد خام زي اللي بتلاقيه في البيكسل، وضافت عليه بعض الحاجات كده عشان تضيف عليه لمستها، زي مثلا الايكون ستايل، ان انت ممكن تعمل الايكون ستايل اتش ام دي بيعمل لك كل الايقونات سودا، ولكن ما جاتش زودت على السوفت وير الخام حاجه، او ما جاتش غيرته بالكامل. فده بيديك اداء برضو رهيب جدا جدا الصراحه مع البروسيسور، ومع ال 144 هرتز، مع ال 12 جيجا رام وال 256 جيجا ذاكره داخليه. اداء الموبايل ده في حته تانية خالص الصراحه. البطاريه للاسف عكس المنافسين 4600 ملي امبير، مش زي البطاريات ال 5000 وال 5500 وال 6000 اللي بنشوفها في الفئه السعريه دي. وكمان مع ال 144 هرتز اللي بالتاكيد بيستهلكوا بطاريه اكتر من ال 120 هرتز بتوع المنافسين. يعني اداء البطاريه دي هيديك 7
ساعات ونص ل 8 ساعات سكرين اون تايم، ما زال رقم كويس، ولكن المنافسين بيديك 9 ساعات و10 ساعات سكرين اون تايم او وقت عمل الشاشه، فدي حطها في الاعتبار عشان انت واخد برضو شاشه 144 هرتز وواخد بطاريه اقل ب 400 ملي امبير من المنافسين، فاكيد يعني. ولكن الموبايل ده فيه سماعات ستيريو صوتها خرافي، حاجه اسمها كوالكوم اي بي تي اكس ادابتيف اوديو واوزو اوديو، حاجه كده يعني. في شركات عامله الموضوع، انا ما اعرفش الصراحه، ما انغمستش او ما تعمقتش في الموضوع قوي، ولكن الصوت اللي بيطلعه السماعات ده تحفه تحفه يعني، يكاد يكون صوت افضل من موبايلات فلاج شيب كتير بدون ذكر اسماء يعني. صوت حلو جدا جدا لمحبين سماع المحتوى في الموبايل من غير ما يلبسوا سماعات، الموبايل ده هيعجبهم جدا جدا. ولكن من الحاجات اللي ضايقتني في الموبايل ده هما حاجتين يعني مش كتير. اول حاجه ان هو ما فيهوش هابتك فيدباك او الفايبريتور اللي بيديك نقرات ونبضات لما بتتفاعل مع السوفت وير، ما فيهوش هنا الفايبريتور عادي او الهزاز اللي في الموبايل ده هزاز عادي مش هابتك. تاني حاجه ان الموبايل ده مضاد للميه والغبار بمعيار اي بي 54، والمنافسين بنتكلم فيه 68 و69 كمان. ليه الموبايل ده معياره كده؟ لان زي ما قلنا في اول الفيديو ان الموبايل ده بيتفك بمسمار من تحت، فانت ممكن تفك الموبايل ده، تغير الشاشه، تغير البطاريه وتقفله تاني ويبقى مازال ان هو مضاد للميه والغبار. المعيار بتاعه قليل شويه، ولكن هتاخد موبايل انت حرفيا ممكن انت اللي تصلحه في البيت بدون اي مشاكل يعني. فالنقطتين دول مع ان البطاريه مش زي المنافسين قوي، هم دول اللي ضايقوني، ولكن باقي الموبايل الصراحه تحفه. الموبايل ده انا بجربه بقالي اسبوع ونص، عجبني جدا جدا لدرجه ان انا كلمت اتش ام دي وقلت لهم معلش بعد اذنكم هتسيبوا لي الموبايل ده، مش هتاخدوه لان هم هياخدوه تاني بعد ما اخلص تجربته. فقلت لهم بعد اذنكم انا عايز الموبايل، انا عايز استخدمه، يعني شوفوا حل بقى، اعملوا اي حاجه، انا هستخدم الموبايل ده. الموبايل عجبني جدا، اداؤه زي ما احنا قلنا خرافي، كاميرات الخلفيه حلوه جدا جدا، والديزاين واللون بتاعه عجبوني قوي. بس كده دي كانت كل حاجه عن الاتش ام دي سكاي لاين. في الاول وفي الاخر ده رايي، قولوا لي انت رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم عن الاتش ام دي سكاي لاين؟ الموبايل اللي نازل سعره تقريبا 22500، ودي اسعار الفئه المتوسطه العليا زي ما احنا عارفين. ولكن قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده؟ وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.